النور بيقطع في المدينه كلها، ولما بروح على محطه القطر عشان يروحوا شغلهم بيلاقوا ان القطر متعطل لان بيعتمد على الكهرباء، وبيكون في ناس كتير جدا ومش عارفه تروح شغلها، والناس كلها بتروح شغلها ماشي عشان العربيات برضه بتكون معتمده على الكهرباء. وبعد ساعات وهم ماشيين عشان يروحوا شغلهم بيلاقوا ان كمان الكهرباء قطع في الشركه، والمدير بيقول لهم مفيش شغل الا لما النور يجي عشان شغلهم برضه بيكون معتمد على الكهرباء. والناس كلها بتيجي على السوبر ماركت عشان تشيل الشمع عشان لو النور قعد لحد بالليل. لما بيروح على السوبر ماركت الناس مش بتلاقي اكل عشان الناس هجمت على السوبر ماركت وسرقت الاكل اللي فيه، وبيقعد اليوم الاول والتاني والتالت والنور لسه ما جاش، والجيران بيعملوا اجتماع عشان يشوفوا حكايه النور دي، وفي واحد بيقترح ان يسيبوا بيتهم ويروحوا على مدينه فيها نور تاني لحد ما النور يجي، وفي واحد بيقول ما ينفعش عشان ممكن الحراميه تسرق شققنا، بس كلهم بيقرروا يسيبوا المدينه اللي هم فيها. ولما بيروحوا على المطار البوليس برضه بيقول لهم مش هتعرفوا تسافروا عشان الطيران برضه معتمد على الكهرباء، وده ممكن يسبب حوادث كتير في الجو، والناس بتتعصب وتضرب الظابط وبيقرروا يسافروا بالعجل، وبيكونوا عطشانين جدا لان برضه حتى الميه بتكون بتشتغل بالكهرباء، وهم ماشيين بيلاقوا واحد بيبيع ميه واكل وبيكون كاتب على ازاز الميه